السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض ألذ وأطرى فطيرة بسيطة وسهلة، مش بتحتاج وقت طويل علشان نعملوها. ممكن كمان نعملوها بأي حشوة موجودة عندنا، طرية زي المرتبة السوست مش القطن. شوفوا بقى شكلها عجب ازاي وطعمها ولا على الآخر. يلا بينا نبدأ، بس الأول لو أول مرة تشوفوني أنا إيمي الشاهي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. ويلا بينا نبدأ على طول. هحتاج كوباية من اللبن يكون دافي، وهحط عليه معلقة كبيرة من الخميرة الفورية اللي هو باكو، وعليه معلقة كبيرة من السكر، ونقلب كده كله مع بعضه لغاية لما يدوبوا مع بعض. وبعدين نحط عليهم كوباية من الدقيق ونقلبهم مع بعض كويس قوي، ونطرطش عجينة واحنا بنقلب عادي خالص. شكلها هيبقى عامل كده اهو. استنوا بس، مش كده وخلاص، لا استبروا بس عليا. هنغطيها كويس ونسيبها تخمر في مكان دافي حوالي 10 دقايق، ودي اسرع طريقة عشان نخمر اي عجينة من غير ما نستنى ساعة ولا ساعتين. دلوقتي بقى خلاص بعد ما عدى الوقت، البلاستيك رابط نفخ كده وبقلص علشان كانت في مكان دافي. بس شايفين بقى الفقاقيع ديت عامله ازاي؟ هي كده اتخمرت خلاص، مش باينه قوي هنا في الكاميرا، بس هي الفقاقيع بتاعتها كانت كتير. نحط بقى دلوقتي عليها معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من الخل، لا دول كده اقل من معلقه، نزود حبه كمان. الخل بقى بيخلي العجينه طريه على الاخر. وبعدين نحط كوبايتين من الدقيق ونعجن كويس قوي. قبل ما تتلم كلها كده نحط عليها ربع كوبايه من الزيت، ونكمل عجن لغايه لما تبقى عجينه ناعمه كده وبتلظ في ايدي. لو اتقطعت وانا بمطها يبقى لسه ما اتعجنتش كويس، لو بقت بتمط شبه المستيكه يبقى كده خلاص اتعجنت ولا. هغطيها وهسيبها على جنب لغايه لما اجهز الحشوه. انا مش بخمرها تاني، لا يا دوب كده بسيبها ترتاح شويه وقت ما بحضر الحشوه عشان تتفرد معايا بسهوله. هنجيب بقى دلوقتي طاسه وهنحط فيها معلقه كبيره مكلبظه كده من السمنه. السمنه هنا جامده خالص، مش عايزه تتزحلق من المعلقه. وبعدين هنحط عليهم معلقتين كبار كده من الزيت، ونسيبهم كده لغايه لما يدوبوا خالص مولس. وبعدين نحط عليهم صدور فراخ متقطعه شرايح رفيعه قوي زي تقطيعه الشاورما، اي كميه انتوا تحبوها. انا استعملت هنا تقريبا صدرين فرخه، بس مش هستخدمهم كلهم في الفطيره، انا هاخد نصهم وبس، وباقي الكميه هستخدمها مره تانية كده. بس بحب اسويهم كلهم مره واحده علشان اسهل على نفسي واختصر وقت ومجهود، ولما اعمل بقى وصفه تانية ابقى استخدمهم تاني. بوزع كده الفراخ بعيد عن بعضها، وبسيبها على نار عاليه قوي، ومش بقلبها خالص لغايه لما تبتدي كده تاخد لون ابيض من تحت. يلا بقى انجزي معايا. بعد ما تغير لونها من تحت كده هقلبها تقليبه علشان تستوي بقيتها. خلاص كده استوت كويس قوي وشربت ميتها اللي نزلتها. هحط عليها بصله مفرومه وفلفله خضراء مفرومه او فلفل الوان زي ما تحبوا. وبعدين هنتبل بقى بمعلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود وبصل بودر وتوم بودر، ومعلقه مقلبصه كده مليانه بابريكا مدخنه وزعتر، كل ده معلقه صغيره وبس. ونقلب كده كله مع بعضه كويس قوي لغايه لما البصل والفلفل يتبلوا. وكده خلاص الحشوه جهزت معايا. ممكن بقى تعملوا بدل الفراخ لحمه معصجه، او تحطوا جبنه وبقدونس وزعتر تبقى حلوه قوي، او بسطرمه وجبنه تركي، اي حاجه موجوده عندكم حطوها. نجيب بقى العجينه، شايفين بعد ما ارتاحت بقت احلى كمان ازاي، طريه كده وبتلزلز. نرش بقى رشه دقيق كده ونقسم العجينه نصين. ناخد اول نص ونفردها كويس قوي على شكل دايره بالنشابه الجميله السريعه ديت. بنعملها بسمك رفيع قوي علشان تبقى خفيفه. بعد كده بجيب الصينيه اللي انا هسويها فيها وبقيسها كده من فوق، انا عايزاها العجينه بتاعتها تبقى اكبر من حجم الصينيه بشويه كده، وبدهن الصينيه بمسحه بسيطه كده من الزيت، وبحط عليها العجينه. ونخلي بالنا واحنا بننقل العجينه علشان ما تتقطعش معانا. بنفردها كويس قوي ونطلع الاطراف لفوق كده. وبعدين بحط حشوه الفراخ، وزي ما قلت لكم انا مش هحط الكميه دي كلها علشان عاملاها اليوم تاني. بعدين بشيلها في الفريزر لغايه لما اجي استخدمها مره تانية. هرش بقى رشه موتزاريلا كده، وده اختياري لو انتوا حابين. وبعدين هفرد الجزء التاني من العجينه، بس المره دي عايزاها تبقى قد الصينيه كده، مش اكبر ولا حاجه. بعد كده بلزق الطرفين كده مع بعض كويس قوي، بضغط عليهم وبشيل الاطراف الزياده ديت وبضغط عليها لغايه لما تتقفل كويس قوي الطرفين مع بعض. العجينه بقى الزياده ديت انا بعجنها مع بعض تاني، وبعدين هحشيها شوكولاته او اي نوع جبنه انتوا تحبوه. هحط بقى على الوش كده شويه موتزاريلا وشويه حبه البركه وسمسم. ممكن تستغنوا عن الموتزاريلا وانتوا حابين، بس هي دي اللي بتخليها بقى ايه، طريه كده بزياده، وبتخليها بتلزلز كده من كل حته. وبعدين هدخلها فرن متسخن على درجه حراره 200 لغايه لما تتحمر كده من تحت. وبعد كده بشغل عليها الشوايه علشان الجبنه تتحمر من فوق. اول بقى ما نطلعوها من الفرن لو حسينا الجبنه بتاعتها نشفت، سواء مثلا في الوصفه دي او وصفه بيتزا او اي حاجه فيها موتزاريلا، لقينا الجبنه نشفت بعد ما طلعناها من الفرن، على طول وهي سخنه نغطيها بكيس كده حوالي 5 دقايق و10 دقايق بالكتير، هنلاقيها بقى رجعت بقت طريه تاني خالص مولس. دلوقتي بقى علشان عايزه اطلعها كلها كده على بعضها، سلكت الجوانب بتاعتها وقلبتها على طبق كبير، وبعدين رجعت قلبتها على طبق تاني علشان بس تشوفوا شكلها عامل ازاي. نقطعوها بقى مثلثات كده زي البيتزا، شايفين بقى اللزازه بتاعتها، شكلها تحفه وطعمها ولا. دي بقى ممكن تكفي 5 اشخاص، لان القطعه الواحده منها بتشبع جدا.
او لو ناس اكيله قوي يعني ممكن تكفي 3 اشخاص. العجينه بقى اللي انا طلعتها من الاطراف دي بعد ما عجنتها وسبتها ترتاح كده شويه، حشيتها شوكولاته وخبزتها زيها، طعمها كان تحفه. قطعتها عشان اوريكم شكلها عامل ازاي من جوه، وبعدين رجعت بقى لزقتها كده ببعضها تاني ولا كاننا عملنا حاجه، لغايه لما ناكل الفطيره بقى الجميله الخطيره ديت. جربوها بقى علشان تقولوا رايكم فيها ايه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.